السادة أمينة الهواري المسعودي من سقط راسي مدينة جرسيف، عملت جرسيف، محامية بهيئة الرباط وهيئة باريس كذلك. ولي الشرف نقول في هيئة باريس لأن بلادي اللي هيئتني باش نكون محامية في هيئة باريس، والآن أمارس في هيئة الرباط وفي فرنسا كذلك. انت كنتي محاميه في جنيف جو بونس؟ لا، في باريس الهيئة ديال باريس. لا، من غير الهيئه ديال باريس كنتي محاميه أنا محامية عضوة منتخبة في محكمة العدل الجنائية الدولية اللي ما كيدخلهاش المحامي هكا. أنا محامي هاني جيت نمارس، لا، كيكون مؤتمر وكيتم انتخاب ديالنا. وانا عمري ما طلبت نكون في عضوة في هيئة المحاماة ديال المحكمة الجنائية الدولية، استدعوني وطلعت في الانتخابات. وكانوا عندك شي مهام مناصب هنايا في المغرب في شي منتخبات؟ تماما. كنت أول مرة طلعت في الانتخابات كنائبة أولى ديال رئيس المجلس البلدي بلدية الرباط اليوسفية، اللي هي كتضم أغنى حي من أغنياء الأحياء في العالم، وكذلك موازي لذلك أفقر حي في مصنف هكذا من طرف هيئة الأمم، أفقر الأحياء في العالم. دونك الشيء اللي كان صعيب باش توفق ما بين هذه، ما يخص الميزانية، ما يخص الفهم ديال هذا. دوزنا واحد المرحلة دوزتها ديال ما يزيد على 10 سنوات كمنتخبة في هذا لو بوست. عطينا للدولة، وضروري الإنسان إلا عنده الإمكانات باش يعطي الدولة، لا الدولة كتعطيك الكثير جدا. دابا هنا كاين واحد السؤال مهم كيتطرح، هو كيفاش انه يعني محاميه بالوزن ديالك، ولو انه كنأكد انك اليوم ما حضرش معنا بالصفه ديالك كمحاميه، وانما حاضره بالصفه ديالك كمشتكيه تمام، وشقيقه اخت ديال الضحيه ديال التيك توكر فاطمه الزهراء الخلوفي. تماما. أنا بهذه الصفه هذه، لان هذه واحد 4 أيام ولا 5 كثر الكلام على والتحليلات على والأخبار على هاد السيدة هذه، اللي هي الآن فينالمون تعتقلت يوم الجمعة هذا الماضي. وهنا كثرت الهضرة. أنا معنية بالأمر، لاش تنتكلمش كمحامية، كنتكلم كمشتكية. مشتكية لأن هاد المرأة مشات بعيد، ارتكبت جريمة قتل في حق خاي، وهي متابعة حاليا. باش نحطوا أستاذة المتابعين في الصورة. أيه. غادي نبداو بواحد لا كرونولوجي اورغانيزي. هاد السيده هذه كيفاش اول مره حتى دخلت لا فامي ديالكم او تعرفت على الاخ ديالك الله يرحمه؟ احنا من سكان جرسيف، وسيما من قبيلة هوارة جرسيف، والعائلة باينة، والعائلة ميسورة جدا. وعندي خوتي كلهم ساكنين في جرسيف، كلهم تبارك الله قاريين كلهم، وتيسيروا الممتلكات ديالهم والمشاريع ديالهم. هاد السيدة هذه، احنا عندنا خاي هذا الضحية، قرأ هو دكتور في القانون،
وثم عنده المشاريع ديالو الفلاحيه، والهويه ديالو هي المطالعه والاخبار والتحليل الاخباري الى اخره. ما عنده التوظيف، كيسير الممتلكات ديالو والمشاريع ديالو. دونك هاد السيده هادي، ومن شملت الاشياء عنده واحد الفندق قديم جدا، وتلاشى يعني ما فيه لا صيانه ولا والو. كان من الفندق الوحيد في مدينه جرسيف، ولكن خاي حيت عيا سمح فيه. بون، هذا الفندق هذا فيه واحد السيد خدام موظف عند خويا بدون ذكر اسماء آفاق. لا من جملة الموظفين هما كانوا جوج. هذا واش عن حسن النية ولا سوء النية ما نقدرش نتهم الناس. هذا تلاقى بهاد السيدة هذه، هي ماشي من مدينة جرسيف أبدا، هي غادي تبين فيما بعد أنها من واحد البوتيت لوكاليتي سميتها تاهلة، اللي هي من الاختصاص ديال العمالة ديال تازة، والكل كنعرفوا أنه احنا دابا في المغرب الشرقي. هاد السيدة هذه جات كتقلب على عمل، هاد الموظف ديال العامل ديال خاي جابها له. خاي ما مزوجش، مريض، وربما بغى يدير فيه واحد يعاون خاي. دونك دخلات عنده كمنظفة بيوت بثمن ديال 2000 درهم في الشهر، لا أقل ولا أكثر. دخلات واحد 8 أيام من بعد ولا 7 أيام، ولات كتمشي لمولي الكرا ديال خويا كي دارت عرفاتهم. دونك كان واحد العلم مسبق، مشات لمولي الكراوات ديال خاي، ومشات كذلك كتقول لهم الكرا انا دابا غادي نعود نشدو. وشنو الصفه هي كانت غادي تاخذ الكرا ديك غير هكاك شفويا مشات شفوي. هذا هو اللي تيبعث على انه يبين على انه مصيفطه، ربما كنقول انا مرزوله. عاوتاني كي مشات الفندق تتقول له راكم ما غاديش تبقاو هنا، وانا راه غادي نجيب عمال اخرين وغادي ندير الكاميرات. في هذه الحاله هذه ديال المفاجآت اليوميه، تجمعت العائله وكلموا لي، قالوا لي غادي عافاك تجي، لان احنا ما عرفناش هذه شكون جابها، خوك راه كتعرفيه مريض الى اخره. شنو الامراض اللي كانت عنده هو ديك الساعه؟ كانت عنده لانزيمر في حاله متقدمه جدا، وفيه السكر من الصنف الاول، وفيه لا طونسيون، وبعض المرات كيجيوه الكلاوي، وفيه لو روماتيزم ارتيكولير. دونك جميع الامراض المزمنه، امراض مسكين المزمن الله يرحمه. جيت انا حتى واحد ما تعرف عليها حتى حاجه، لا الاسم ديالها ولا منين جات ولا حتى حيتيه عليها، ما كتعرفها لا العائله ولا حنا كلنا. قيدت شكايه ايميدياتما، قيدت شكايه ضد امراه مجهوله الهويه دخلت عند خاي الى اخره، وصبحت كتسير له الممتلكات ديالو حنا ما كنعرفوهاش، وخاي راه مريض الامراض اللي ذكرت دابا. هي هذيك حال الوكيل ديال المحكمه الابتدائيه ديال قرسيف، وكيل الملك، حل ملف البحث الدرك، المركز الدركي ديال المركز القضائي الدركي بجرسيف. شنو هي الشكايه اللي درتو بها ديك الساعه؟ شكايه من اجل النصب والاحتيال وكذا انما راه ما كنعرفوهاش. ودخلات هذا تمشي تشد الكراوات ديال السيد، وهذا راه هذا نصب، راه نصب بطبيعه الحال نصب طاحت. هي هذيك بقينا واحد 8 أيام من بعد هذا استدعوا للدرك، استدعوا واحد العدد من الناس،
نقول لك واحد 8 ديال الناس كشهود. هادوك الشهود كلهم تيشهدوا على ان خاي بعض المرات كيطيح، بعض المرات كيغيب، بعض المرات ما كيتمكنش من انه في العصب ديالو. هذا هو الى اخره. شهدوا ناس اللي كعرفوه مزيان اللي قرب له، وجاو حتى ناس من العائله كيشهدوا. واحد ال5 ايام من بعد، وهذه هي النقطه اللي كتدل على انها عندها شي حد موراها. مشات له للدار، هي باقي حنا ما غاديش نستعملوا العنف وما تدخليش، وخاي مريض وقولوا له ما تدخلش، بغا يفهم والو. داير بعض المرات ما كيجاوبكش حتى الجواب. مشات جراتو من يدو وداتو لعند واحد مسؤوله ديال الداخليه، كانت رئيسه ديال الدائره الثانيه في جرسيف. داتو لها جراه، قالت لها اش بغيتي؟ قالت لها بغيت الوثائق الاداريه باش ندير كاغيط بهذا. قايده كتعرفنا وكتعرف خاي وكتعرف الحاله ديالو وكتعرف. قالت لها غادي تمشي في حالتك، هذا السيد راه ما مؤهلش للزواج. كانت الوضع الصحي ديالو متدهور الصحي والعقلي. العقلي بيان سور، لازيمال سيضرب. وشحال في العمر ديالو ديك الساعه؟ هو مزيود في عام 49. وهي شحال هي نعم مزيوده؟ هي مزيوده، شفتها في المحضر هذا ديال 27 ديسمبر 2019، مزيوده في 92. بيناتهم تقريبا 43 عام ديال الفرق. هو الراجل مريض تمام. 92. رئيسة الدائرة ما قبلتش انها تعطي الوثائق، رفضات. راه عندنا حتى التليفون بورطابل ديالها، الجي اس ام ديالها، عندنا كلشي. الباشا كيعرفها طبعا ديال قرسيف، كلشي ساق الخبار. واحد الليله طيحي عليه وهزيه وديه، ما عرفناهاش فين داتو. دا الساروت عندك داتو، منين داتو ما عرفناهاش فين داتو. حتى رجعات بالكاغيط، كتلوح بالكاغيط ديال الزواج. خدات الوثائق كلها مزغوره من ساهله. من بعد انا غادي نلقى الوثائق. الوثائق كلها مزغوره، اقامه مزغوره. عطاها لها رئيس المجلس البلدي ديال القروي ديال سهله. كيفاش عطاها الاقامه وهي هو ما ساكنش هو تمايا؟ لا والو، عمرو ما حط رجلو خايف هذيك سهله. عطاوها كل شيء. ما رفضته القايده ديال الرئيسه ديال المقاطعه الثانيه ديال العماله ديال قرسيف. كل شيء عطاوه لها، هي عطاوها كل شيء. بينما ما ساكن تما، ما مشى تما، ما كيعرف تما الى اخره. هذا الشيء هذا هو اللي خلاكم انكم تطعنوا في العقد ديال الزواج، تقولوا انه مبني على وثائق مزوره. لا، والحاله ديال خاي ها هي عاود غادي ترجع به. كرات دار في قرسيف ورجعت به. علاش؟ باش تقربوا من الممتلكات ديالو، باش ماشي اللي جاي يشري غادي ينوضي فين مول شي. هي مرة ثانيا ما ظاهرة، ما عندها مسكينة والو، ريان والو، لا يجدون ما ينفقون، ضعيفة إلى واحد الحد. فاش جابتو رجعتو لقرسيف، كرات سكنوا. سمعتي؟ سكنوا ديك الساعة. هو عنده الدار ديالو، ولكن ما رجعتش سكناتو في دارو، لان حنا اي وقت غادي نمشيو له ياك، غادي نمشيو له دار خونا، غادي ندخلو. خرجت انا، استخلصت
صدر لي رئيس المحكمة الابتدائية القرسيف إنذار استجوابي. فين السيد خايف الراس استجواب معها فين خاي كيف علاش هزاتو من دارو مسكناه دابا في هذاك الحي ماشي حتى لتما الى اخره من استجوابات. جميع النقط اللي ذكرتها عطاها لي الرئيس. مشيت كنفذ، هبطات في الدروج، عندنا العنوان ديالها، دابا دارو خلاتها، هبطات في الدروج قالت المفوض القضائي انا ما كندير والو بلا المستشار القانوني ديالي. ما عنده مستشار قانوني؟ ايوا سيدي هادشي راه مكتوب في المحضر. انا اي نقطه اي تصريح جا على لساني، والا عندي الوثائق اللي كتعزز الكلام ديالي. قال لها كلمي هذا المستشار يجي. كلمت المستشار، بقى واقف هذاك المفوض القضائي تيتسنى. جا شكون اللي جا؟ شقيق خاي، الاخ ديالكم؟ اخ ديالي. ربطات معاه العلاقه، شنو هي هذيك العلاقه ما تنعرفهاش، ديالاش ما نعرفش، ما فهمتش. كان هو اللي كيتعاون معاها؟ تعاون معها لواحد الدرجه، ولكن هذا خاي اساسه غير ربما الطمع تنقول، تا هو لاباس عليه، عنده بحال خوه، ولكن هي فيها واحد الوصف اسمح لي على هذا التعبير، كتقول بكل شيء. باغا تلعب بكل شيء، هذا هو الميزه ديالها، كتلعب بكل شيء. وتسلمات هذيك المراسله اللي جات مع المفوض القضائي؟ عرفها، قراها لها، ضروري قراها لها. قال لها هذاك، قال لها ما تجاوبي حتى على نقطه. دار المحضر ديالو، عطاه لي نسخه عندي، مشى في حالته. نقول لك واحد اليومين من بعد تنسمعوا على انه جابت لي رحل الاتد ديال خاي كله، والناس راه شاهدين، عنده صحابه. وانا سمحي لي هنا كاين واحد السؤال. دابا هاد السيده هذه اولا كيفاش غادي تبيع وتشري وتصرف في الممتلكات ديال الاخ ديالك؟ خاصها وكاله. يعني كانت عندها وكاله. واش وكاله حره، واش مزوره، ما عرفتش. هذا هو السؤال. دابا هاد الوكاله هذه شكون هذا اللي غادي يقدر يصايب لها وكاله ديال واحد السيد اللي هو اصلا زعما الحاله الصحيه والعقليه ديالو ما في استطاعتها تقلب الدنيا هاد المراه هادي، وقوله بصدق بدون حقد نهائيا. في استطاعتها تلعب على كل شيء وتضحك على كل شيء ودير اللي بغات. دابا حاليا راه مده طويله دارت اللي بغات من وراء دغيا بعجاله. هو كان مبلي بجوج الحاجات خاي الله يرحمه، مبلي بالفلاحه لان حنا والدينا من اكبر الفلاحه ديال المغرب الشرقي، وثانيا مبلي بالمطالعه كذلك المذاكره مع صحابه اللي قراو قدو في الدراسه وقدو في التفكير الى اخره. هادو كلهم كيتجمعوا تقريبا يوميا في العشيه، تيبقاو يتذاكروا. هذا ودا خويا ما مجوج، ما عمرو ما تزوج. هي هذيك شكون اللي عاونها في الهزان ديال الاتات خاي؟ شكون اللي عاونها في الرحيل ديالو، رحلاته؟ شكون هاد الاراضي الفلاحيه اللي كانت عنده ديك الشيء واش باعتهم؟ شنو درت بهم؟ لا بقاو، لانه هو كانت فيه واحد القاعده بحال الفلاحه كلهم، تتحط الرسوم العقاريه ديالك عند القرض الفلاحي، وكلما بغيت شي حاجه ديال الماء على ود الاستثمار، كلما ما بغيت شي حاجه ديال الفلوس تعطيوها لك، ان عندهم الضمانه ديال الحاجه الوحيده وقيلا اللي فلتات هاد الاراضي باش ما باعتهمش. هذه الحاجه الوحيده. اما الماتيريال اغريكول كله من تراكتورات، من ماكينات الحصاد، لايرز، اي حاجه في الفيرما ديالو
محطوطه ديال الماتيريال الفلاحي كلها داتها. ولي كونط بونكير لي كونط بونكير نشفاتو، كانوا عنده الفلوس في لي كونط بونكير. فعنده وسيما واحد المبلغ تعامل مع الدوله دارت واحد نزع الملكيه واتفق مع الدوله حبيا وخلصوه. انا خاي ما كناش تابعينه. يمكن واحد 160 180 مليون ما 180 مليون ما بقات منها سنتين. الماتيريال اغريكول هادشي هذا كامل وما باينش عليها زعما هي عندها الفلوس هادو كاملين. سيدي راه باين علاش لا حيت هي دابا من بعد خرجت كدير هادشي ديال التيك توك وتطلب عباد الله يتعاونوا معاها باينه. لا داكشي غير تغطيه، لان عليها واحد العدد الشكايات واللي هو حرصها. وبحال اللي قالت هي مستشار ديالها ما كنعرفوش احنا، كيقولهاش تقوليهاش ديريهاش واخا باش نافونسي واحد شويه استاذه في الاحداث، نوصلوا للمرحله ديال كيفاش حتى دات خوكم الله يرحمه هزاتو وداتو ما قلبتوا عليه ما لقيتوهاش. هزات بعدا القش ديالو كله، ولكن الماده ما عليناش ماشي مهمه. اللي بقى فينا في العائله كلها واحد الخزانه كانت عنده لا مثيل لها. كاين بعض الكتب اللي نادر ما تصيبهمش اليوم، ما تصيبهمش، غتقلب عليهم من حياته كلها هو تيشري الكتب وكي يأتت الخزانه ديالو بالكتب داتها كلها. هذيك الخزانه اللي كان في راسنا حنا العائله وهذا كنا غادي نعطيوها لدار الثقافه ديال قرسيف لهذوك الدراري باش يستافدوا منها. هذا هو اللي البرنامج اللي كان عندنا، حتى هو كان موافق على هذا الشيء. مامي الاخ ديالك كيفاش تقلبتوا عليهم ما لقيتوهاش؟ الوغ هي بات ما صبحات، داتو هو وقشو الماتيريال ديالو والكتب بقات الدار خاويه. بقات الدار خاويه. مشينا كنقلبوا لقيناها كرات في تاهله، ولكن ما عندنا حتى شي استطاعه قانونيه باش حنا نمشيو تما ونقلبوا كرات في اسمها باش غادي تكرى. هي كانت باش غادي تكري مبدئيا ما عندهاش، ولكن فلوس خويا موجوده ماشي مشكل. كرات الدار شويه. انا اش درت؟ مشيت لتازه وقيت بها شكايه مباشره امام السيد ديريكتومون، امام السيد قاضي التحقيق على هاد الافعال كلها اللي عاودت لك، وسيما الكارت اللي مبني على التزوير، وسيما الاثاث ديالو من الوكاله اللي هي مبنيه على والوكاله اللي ما عرفناهاش منين خصها تجبدها توريها لقاضي التحقيق. هادشي كله انا الحمد لله ماشي مبتدئه في المحاماه، ومراه رزينه وكل شيء كعرفني رزينه. سجلت الشكايه المباشره، عرفات راسها على انها غادي تشدد عليها الخناق. استدعى قاضي التحقيق، استدعى دابا مبقاش تما، استدعاها هي، استدعى باها، استدعى خاها، لان كل شيء مشارك. استدعى العدول اللي داروا الكاغيط الخاي، واستدعى كل شيء. شنو هو المآل ديال هذه القضيه؟ حضرات، استدعاها حضرات، حضر باها، حضر خاها، حضروا العدول الى اخره. يعني الملف متكامل الاطراف. قلبنا عليها ما صبناها. هربات به بخويا وهي. عمرنا حنا كعائله ما عرفنا خويا فين داتو المده ديال عام وشهرين. واش غادي نديرو عليه الديتكتيف؟ واش غادي نوضو نشهرو حتى حنا بالسوشيال ميديا فين مشى داتو؟ لا حنا ماشي عائله ديال هذا الشيء هذا نهائيا. واحد النهار التليفونات مقفولين ديالو جوج، راني عطيتهم لقاضي التحقيق دابا، وديالها هي كان عندنا، لقيناه صدفه عند شي حد. واحد النهار واحد ولد من ولاد اختي
وحده، ولد اختي واحد اخر. حبيبهم كان عزيز عليهم، ناضوا بداو تيقلبوا مع صحابهم، تيقلبوا لقاوه في واحد الحي غاتر، واش نقول لك الهراويين في الدار البيضاء، واش على محل مدن الصافيه. داتو للدار البيضاء، داتوها وما غيصيبوه الدراري، ما هما اللي صابوه، التليفون وصحابهم وهذا. دواو معاها قالوا لها شوفي، ها حنا خالطين عندك دابا، ما غاديش تحركي، وإلا تحركتي راه غيكون الامر شكل اخر. خلطوا لعندها نعتذرهم كيفاش لقاوه في حاله صحيه مزريه، وسيما الجوع. عندي هادشي كله اللي تنعاود عندي عليه وثائق دابور، ثانيا التصاور، ثالثا الشهود. لقاوه ميت جوعا، وفي الطبقه الرابعه وصافي رجليه ما تيتمشاش بهم، ما تيتمشاش، سيفيني ما تيوقفش، فيه الجوع وفي وضع صحي متدهور ديال الموت، الجوع ديال الموت. عندي تصاور. مشاو الدراري ما يفهموش شيء من هذا وما تعرفوش الحي، مشاو شراو شويه ديال الياغورت وشي بسكيطو وصوروه هكا تياكل بحال الانسان اللي ما كلاش، نقول لك واحد الشهرين هكا على داك اليوغور. دونك كانت مجوعه، دابا هي كانت متعمده تجوع. من طبيعه الحال من اخطر المجرمين، نقولها ونعاودها، ما يقد عليها لا مجرم رجل ولا مجرمه امراه. علاش؟ لان تتسيف واحد التسويف. يعني وشنو داروا في ديك الساعه؟ خرجوا ديك الساعه، مشاو شدوا له غرفه في بنورس، عندنا العائله ديال الاطباء في الدار البيضاء باش يعتقوه. شدوا له بيت في الحين، نقول لك شي تعاودوا لي شي ساعه، انا ما كنتش، انا كنت في الخارج، شي ساعه المكانه. شدوا بيت بواسطه العائله عندنا وداك الشيء، وجدوا البيت، هيئوا البيت لي سيروم لي كذا وصيفطوا له امبولانس بلا بوزيسيون ديالو في التليفون الى اخره. مجرد ما خلطات لومبولانس لهذاك الحي ولا تعيطوا لها في التليفون، ناضوا الجيران شافوا لومبولانس، والجيران عارفين شنو واقع. ناضوا الجيران خرجوا، قال له سيدي دي لومبولانس ديالك، راه هبطاتو على ظهرها وراه جات واحد السياره بيضاء راه داتو، هربات به. السيد مريض كيموت، لا بيان سور خاصو يتوسبيطاليزا والماكله والو، وهربات به مازال. ولاد خواتاتي صوروه داكشي يعني مؤسف انه يوقع هادشي ببلادنا، مؤسف كذلك يوقع لواحد العائله اللي هي احترمه راسها وما ندخلوش في المشاكل، عائله معروفه على صعيد المغرب الشرقي، وسير صافي تقطع الخبر، عاود تقطع الخبر ديالو ابدا حتى والو. يعني درة اننا هذا السيد غادي نسالو. شحال ديال المده تقريبا اخبارهم مقطوع؟ غادي العامين كنسقسيو كنقلبو والو. وكيفاش حتى عاود سقسوا الخبار؟ ما بقى ما عندنا اخبار والو. انا ما بقاليش، انا تنكرر، حنا ماشي عائله الفضايح وعائله ديال الشهره وعائله ديالهم، لا مشيت خديت ديتيكتيف، راه كاينين ديتيكتيف بريفي. اتفقت معاه، قلت له ها كيفاش وراه عندي غير التليفونات ولا كارت ناسيونال دخاي، كارت ناسيونال ديالها راه ما عنديش، ما عندنا بها اتصال. يلا انا اتفقت معاه، داز واحد اليومين
هو في الرباط، هذا ليكيب كاينه في الرباط. دازت واحد اليومين كتكلم التليفون الموظف اللي عنده، العامل اللي عنده في الفندق، لان على ما كيبداو ربطات معاه واحد العلاقه متينه جدا، ماشي ديال الفساد، لا 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 لا، ديال فلوس ديال الخاي كلها تيجمعها هو وتيصيفطها ليها. راه هذا يقرر قضيه التحقيق هذا حاليا. صافي كلمات له، قالت له قول للعائله ديالو يصيفطوا لي مليون الفرنك الا بغاوني ندخلو. علاش كيفاش مليون باش يدخلوا؟ باش يدخل راه مات. مات. توفى. مات عندها في العيون تمايا. في العيون، في السبيطار. مات في السبيطار ديال العيون. في السبيطار ديال العيون. وكطلب الفلوس باش تدخلوا. من بعد هذه واحد السيمانه دابا عرفنا على ان السبيطار سميتو سبيطار مولاي حسن بن المهدي، الله يرحمه الشريف، الله يرحمه. هي هذيك سيدي صيفطوا لها المبالغ باش جابت لنا الصندوق دفناه. ولكن بلاتي واحد السؤال، نتوما فاش شكون اللي تكلف بالدفن؟ احنا عائله جابتو لا فامي. كيفاش صيفطنا لها الفلوس؟ لا حيت دابا هنا لا عرفت شكون صيفطتوا الفلوس باش واخا هذا بحد ذاته كيبان بحال دارتكم الشونطاج تماما. هو مات وكدير به الشونطاج. دابا غادي نافونسيو عاوتاني لواحد النقطه واحده اخرى مهمه. هو هاد السيده هادي، السيد مات في العيون، ومن العيون هازها لومبيلونس حتى للرباط حتى لكرسيف ومات تمايا وغيتدفن. هاد التصريح بالدفن والسيرتيفيكا ديسي، السيرتيفيكا ديسي، هاد الشيء هذا كامل واش كان عندها؟ لا ما عندناش. توصلتوا نتوما بهاد الوثائق؟ كاين الاذن بالدفن. منين كاين الاذن بالدفن؟ ثانيه واحد السيده من واحد المقاطعه ديال العيون الساقيه الحمراء، عيون الصحراء المغربيه، ثانيه هي راه عندي وعندي في الكفر. ولكن استاذه الاذن بالدفن واش غادي خاصي الاذن بالدفن غيكون ديال خاصو يكون من عند كريسيف جو بونس من ديالكم؟ لا اذن بالدفن ديال العيون، حيت مات في العيون. اييه. صافي هذا هو الشهاده اللي عطاتنا. ولكن الوثائق الطبيه ديال في السبيطار حتى حاجه ما كاينه والو. السبب ديال الوفاه ديك الشيء كامل ما كاينش. ما عرفناش ميستري بوش كوزو ساكته. واش ندرتو نتوما ديك الساعه؟ حنا ديك الساعه انا كتبت شكايه بها، حطيتها امام السيد وكيل العام ديال وجده، واحد السيد اللي هو تنحييه من هنا، يعني تنحييه تحيه عليا وتحيه صادقه. فهم المشكل، فهموا حل الملف على هو انا طلبت تحل الملف على الفرقه الوطنيه، ولكن خصو هو وافق صيفطوا الفرقه الوطنيه في الدار البيضاء. انا رجعت للرباط، في الطريق رجعت انا واختي، في الطريق يلا دخلنا لفاس من وجده فاس، وهو يعيط لنا كوميسار من الفرقه الوطنيه، قال كانت بلغت في الحين بالشكايه ديالكم من طرف السيد الوكيل العام ديال محكمه السيناف ديال وجده، ودابا عفاك فين نتوما باش تجيو. قلت له سيدي حنا عاد داخلين فاس، ودابا حنا ما ساكنينش في وجده، وحنا داخلين فاس، الا تسمحوا راه نجيو عندكم غدا، غير عطيونا الساعه. كانت يوم الثلاثاء انا عاقله. هاد الشكايه هادي شنو المضمون ديالها؟ راه مضمون هادشي كله اللي صرتو ديال الزوايا امامك، واللي صرتو خص الرأي العام يعرفوا، اما المسؤولين راهم عارفينه ودايرين اللازم، مابقاش الانسان يخربق، دايرين اللازم كما هو، كما انزل بالقانون. لغدا ليه مشينا الفرقه الوطنيه، كنا عندهم مع 10 انا واختي، لان انا وياها مشتكيين، غير انا وياها في العائله، ما غاديش نوضوا نديروا القبيله كلها. خلطنا واحد الاستقبال اللي كنحييهم عليه،
بقينا واحد استمعوا لكم؟ استمعوا لنا، نقول لك واحد 4 5 ساعات هكا او اكثر، ما بقيتش عاقله. انتم شنو التهم بالضبط اللي كنتم موجهين لها، واللي على ضوء هذه التهم هذه باش استدعاتكم الفرقه الوطنيه؟ حنا عاودت هذا الشيء اللي عاودت نكرر، اللي عاودته امامك واللي هو مثبوت بالوثائق، الزوير كل حاجه في عندها الوثيقه تبديل ديالها. الممتلكات، لانه لا يعقل انني انا شخصيا نمشي امام السيد الوكيل العام ويدي خاويه، شو غنعاود له؟ هو يمشي يدير له. انت تبارك الله محاميه قديمه. لا ما كاينش اللي يثبت، ما نحطش، ما نصرح حتى بحاجه ابدا. تابعتوها بالقتل؟ الوغ اللي انا عاودت ودرت له الاستنتاج انها هي اللي قتلاته عمدا، وها كيفاش وها المراحل. باش قتلاته هي؟ باش خطفاتو، احتجزاتو، بعداتو على الاطباء ديالو، الدواء ما كاينش، ميت بالجوع، حتى ركابيه مشاو، مابقاش تيوقف، الى اخره الى اخره. دارت الموت البطيء. الموت البطيء، الفصل 392 من القانون الجنائي. بعداتو علينا. ما شنو السبب فاش غادي يسدي راجل الممتلكات ديالو بالمتاع ديالو بعائلته، اقل ما ممكن من افراد العائله ديال خايو ديالي حتى انا، لا الاقرب الاقارب، ماشي بنت داك ولا ولد عم داك، نو قريب اكثر من 60 واحد. تبارك الله. العائله كبيره بزاف، كل شيء قاري تبارك الله، كل شيء لاباس عليه. والفرقه الوطنيه مور ما الاستماع ديال استماع قدامنا تار 2 مرات الكوميسار اللي هو ناس احترافيين، ناس كيعرفوا كيحلوا. 2 مرات ضرب على المكتب ديالو، 2 مرات ودار بعض الملاحظات. المهم هذا الشيء لا غير واحد السؤال، هذا الملف مازال دارج امام القضاء؟ رجع للمسطره، مشات عاديه، رجع الملف دغيا عند السيد الوكيل العام، درسوه، داروا لها المتابعه بالقتل. دونك دايرين لهم المتابعه بالقتل؟ اييه كاينه المتابعه بالقتل. من غير هذه المتابعه اللي دابا اللي عنت عليها النيابه العامه للراي العام، لمتابعه اخرى؟ هذا الشيء اللي تقطعت عليه راني جايه له عاود، راني جايه له، ما جاش من فراغ، فهمت؟ هذا جريمه قتل كتجري من اوائل 24، ودار فيها المتابعه السيد الوكيل العام ديال وجده، ومن بعدها تحالت على تاسع.